في الفيديو ده هنعرف ازاي نرتب اري مش مترتبة بالهيب سورت تكنيك. بس قبل ما تشوف الفيديو ده محتاج ان انت تبقى شايف الفيديو بتاع البيلدينج هيب، عشان الهيب هي اللي هيبقى معتمد عليها الهيب سورت كله. اول حاجة احنا بنستخدم الهيب سورت عشان هي من اسهل السورتنج تكنيكس اللي موجودة، والتايم كومبلكسيتي بتاعها O of n log n، وساعات بيبقى اسرع من تكنيكس تانية معتمدة على السيناريو اللي مبعوت له، ومش بيحتاج اي سبيس زيادة. وعشان نفتكر مع بعض ازاي كنا بنبيلد الهيب، لو مثلا اعطيني الاري دي كنت بقول ان النمبر اوف elements بتاعها 7، وقلنا في الفيديو اللي فات ان الانر نودز الرينج بتاعها بيبقى من 0 لحد السايز على 2 ناخد الفلور بتاعها ناقص 1. يعني في الحالة دي 7 على 2 هتديني 3 ونص، هاخد الفلور بتاعها هيبقى 3 ناقص 1 هيبقى ب 2. وفعلا هنا هتلاقي ان الانر نودز ماشية من عند 0 لحد ال 2. طيب عندي حاجة برضو اللي اسمها ليف نودز، كان الرينج بتاعها بيبقى من عند فلور بتاع n على 2 او السايز على 2. في الحالة دي الفلور بتاع 3 ونص هيبقى 3 لحد السايز ناقص 1 اللي هو 7 ناقص 1 هتديني 6. الالجوريزم بتاع البيلد هيب بيبقى بادئ من عند اخر بيرنت لاخر تشايلد. لو ده عندي اخر تشايلد جوه التري، فده البيرنت بتاعه، اللي هو لو الاندكس ده 0 فده هيبقى 1 وده هيبقى 2. فانا واقف عند الاندكس 2 دلوقتي. ده الالجوريزم بتاع البيلد هيب. طيب في البيلد هيب كنت بعمل كل شويه هيبيفاي، فهشوف هو الزيرو اكبر من ال 48 واكبر من ال 90، هلاقي لا، فهبدله مع اكبر واحد فيهم اللي هو ال 90. بعد ما بدلته مع ال 90 الكاونتر بتاع الهيبيفاي بقى واقف عند الزيرو هنا، اللي هي ليف نود، فبالتالي انا هوقف الالجوريزم بتاع الهيبيفاي وهقلل الاندكس بتاع البيلد هيب بواحد. فبعد ما كنت واقف عند اتنين هبقى واقف عند الاندكس اللي هو واحد. هشوف هي ال 99 اكبر من ال 35 واكبر من الواحد، هلاقي ان هي فعلا فدي بتحقق الرولز بتاعت الماكس هيب، يبقى مش محتاج ان انا اعمل سواب. وكده انا خلصت الهيبيفاي بتاع الحته دي. وهرجع تاني ان انا اقلل الاندكس بتاع البيلد هيب بواحد، فبعد ما كنت واقف عند واحد بقيت واقف عند الاندكس اللي هو زيرو اللي هو الروت بتاع التري. وهبتدي ان انا اعمل هيبيفاي، هشوف هي 8 اكبر من 99 واكبر من 90، هلاقي لا، فهبدلها مع اكبر واحد في التشايلز بتوعها اللي هو ال 99. وبعد ما بدلتهم هلاقي ان انا لسه مش واقف عند ليف نود، يعني لسه ما دخلتش في الرينج بتاع الليف نودز اللي هو المفروض اخر حاجه جوه التري عندي. فلسه هعمل تشيك، هشوف هي ال 8 اكبر من الواحد، هلاقيها طيب هي ال 8 اكبر من ال 35، هلاقي لا، فهبدلها مع ال 35. بعد ما بدلتها مع ال 35 هلاقي ان انا بقيت واقف عند ليف نود، فكده هوقف الهيبيفاي اللي انا بعمله. وكده انا معايا حاجه اسمها ماكسيمم هيب، اللي هو كل بيرنت بيبقى اكبر من التشايلدز بتوعه. ال 99 اكبر من ال 35 وال 90، 90 اكبر من ال 48 والزيرو، 35 اكبر من الواحد والثمانية. عايزين بعد كده نعرف ازاي ان احنا نرتب الاليمنتس اللي موجوده جوه الهيب دي بالهيب سورت الجوريزم. وبعد ما بقى معانا الماكسيمم هيب وبدأنا في الهيب سورتنج، أول حاجة بنعملها هو إن إحنا نبدل الروت نود أو الأري أوف زيرو بآخر إيليمنت جوه الهيب أو الأري أوف سايز ناقص واحد. فهنبدل ال 99 مع الزيرو، وده بقى شكل الأري الجديد بعد ما بدلت الزيرو مع ال 99. هبتدي إن أنا أقلل الأري سايز بواحد عشان أطلع ال 99 بره الحسابات بتاعتي بعد كده، فكأني طلعتها بره التري. بس هتلاقي بعد كده إن الهيب اللي معاك دلوقتي ما بقتش ماكسيمم هيب، عندك مشكلة في الروت نود لان هو ما بقاش اكبر من التشايلدز بتوعه. فمش هينفع ان انا اكمل، لازم اعمل حاجه. فبدل ما اعمل بيلد هيب من الاول، هنلاقي ان في ميزه عندنا هنا دلوقتي، ان المشكله موجوده في الروت نود بس. ولو فاكرين الفانكشن بتاعت هيبيفاي كانت بتعمل حاجه واحده بس، ان لو المشكله موجوده في الروت نود بس كانت بتحلها لك. بس كان بيقابلني مشاكل بعد كده، ان لو في مشكله في الليفت سب تري او الرايت سب تري الهيبيفاي ما بتعرفش تحلها، فعملنا عشان كده البيلد هيب. المره دي المشكله موجوده في الروت نود بس، فهبتدي ان انا اعمل هيبيفاي. هلاقي ان الزيرو اصغر من ال 35 واصغر من ال 90، فهبدله مع اكبر واحد بينهم وهو ال 90. وبما اني لسه ما وصلتش لليف نود فهكمل الهيبيفاي. هلاقي ان الزيرو اصغر من ال 48 فهبدله معاها. وبما اني وصلت الليف نود فانا كده وقفت الهيبيفاي. ونرجع بقى تاني للهيب سورت. كده انا رجع معايا ماكسيمم هيب مظبوطه ما فيهاش اي مشاكل. فهبتدي ان انا ابدل، قلنا الاري اوف زيرو او الروت نود بتاع الهيب مع الاري اوف سايز ناقص واحد. وبما اننا قللنا السايز بواحد اما طلعنا ال 99 بره، فالمره دي هبدل ال 90 مع الزيرو اللي موجود معايا هنا، او الاري اوف زيرو مع الاري اوف 5. وبعد ما بدلتهم هقلل برضو السايز بواحد عشان اطلع ال 90 بره الحسابات اللي هعملها بعد كده. هنلاقي برضو ان الماكسيمم هيب باظت تاني،
فهنعمل هيبيفاي تاني. هلاقي ان الزيرو اصغر من ال 48 واصغر من 35، هبدله مع اكبر واحد فيهم، فهبدله مع ال 48. نرجع تاني للهيب سورتنج، هبدل الروت نود او الاري اوف 0 مع الاري اوف سايز ناقص واحد، او في الحاله دي الاري اوف 4، فهبدل ال 48 مع ال 8، واقلل برضو السايز بواحد عشان اطلع ال 48 من حساباتي. برضو الماكسيمم هيب باظ التاني، فهبتدي ان انا اعمل هيبيفاي، هبدل ال 8 مع ال 35. عملت ماكسيمم هيب تاني، فهبتدي ان انا ابدل الاري اوف 0 مع الاري اوف سايز ناقص واحد. المره دي هيكون الاري اوف 3، فبدل ال 35 مع الواحد. وبعدين هرجع ان انا اقلل السايز بواحد عشان اطلع ال 35 بره. باظ التاني، فهبتدي ان انا اعمل هيبيفاي تاني، فهبدل الواحد مع الثمانية. بعد ما رجعت الماكسيمم هيب تاني، هبدل الاري اوف 0 مع الاري اوف سايز ناقص واحد، اللي هي المره دي هتبقى الاري اوف 2، واقلل السايز برضو بواحد عشان اطلع الثمانية بره. هلاقي ان الماكسيمم هيب برضو باظ التاني، فهبدل الزيرو مع الواحد. بعد ما عملت الماكسيمم هيب، هبدل تاني الواحد مع الزيرو، اقلل السايز بواحد عشان اطلع الواحد بره. وكده مش معايا غير إيليمنت واحد جوه الهيب، فاما اقلل السايز تاني بواحد، هيبقى معايا بالظبط الاري وهي مترتبه. يلا بينا نروح نكمل على الكود بتاع المره اللي فاتت، ونعمل الهيب سورت فانكشن في السي. وده كده كان شكل الكود بتاع المره اللي فاتت. كان في فانكشن اسمها برنت هيب بتطبع الاري على شكل الهيب، وكان في فانكشن اسمها البيلد هيب اللي من جواها كنا بننادي الفانكشن الاخيره اللي اسمها هيبيفاي. وكنا عاملين فانكشن زياده عشان نقدر نعمل سواب. اللي هنعدله في الفيديو ده ان احنا هنمسح البيلد هيب والبرنت هيب اللي احنا عاملينها في المين، وكنا عاملين برنت هيب عشان تورينا الخطوات في كل رن. هنمسحها برضو. والمفروض ان احنا هنروح ننادي فانكشن اسمها هيب سورت، وهنبعت لها الاري، وهنبعت لها السايز، ونطلع فوق نعمل الفانكشن اللي اسمها هيب سورت. وقلنا ان هي بتاخد الاري وبتاخد السايز. واتفقنا عشان اعرف اعمل هيب سورت محتاج ان انا يبقى معايا الهيب، فاروح الاول انادي الفانكشن اللي اسمها بيلد هيب، وابعت لها الاري والسايز. بعد كده ابتدي بقى في الالجوريثم بتاع الهيب سورت، وهو عباره عن فور لوب. بدأ من عند الاي بتساوي السايز ناقص واحد. طول ما الاي دي اكبر من او ايكوال الزيرو، هنقلل الاي. والاي دي بتعبر عن السايز اللي احنا كنا بنقلله كل مره بنحتاج ان احنا نطلع حاجه بره الهيب عشان نطلعها بره الحسابات من عندنا. فكنا بنعمل ايه؟ كنا بنبدل الاري اوف 0 بالاري اوف سايز ناقص واحد. في الحاله دي انا مخلي الاي هنا بسايز ناقص واحد، فببدل الاري اوف 0 بالاري اوف اي. كول باي ريفرنس مش باي فاليو. واتفقنا ان احنا كل ما بنعمل سواب بنبوظ الشكل بتاع الهيب، فمحتاجين ان احنا نرجع نعمل هيبيفاي للروت نود. هيبيفاي كانت بتاخد بالظبط الاري وبتاخد السايز، بس في الحاله دي السايز قاعد عمال يتغير، فانا هبعت لها الاي مش السايز، وابعت لها الاندكس اللي انا محتاج ان انا اعمل هيبيفاي عندها. وفي الحاله دي الاندكس على طول ثابت، اللي هو الروت نود، او بمعنى تاني اللي هو الاي اوف 0، فهبعت لها الزيرو. بس انا هنا كنت مسمي ماكسيمم هيبيفاي، فهنغيرها هنا. وده حرفيا كل حاجه عن الهيب سورت. بس ممكن نغير بس الاري القديمه دي، نخليها الارقام مش مترتبه فعلا. وممكن نطبع الاري دي قبل ما نعمل سورت وبعد ما عملنا سورت عشان نشوف الفرق. وهنطبع الاليمنتس بتوع الاري بفور لوب. وبعد ما نعمل الهيب سورت، هناخد الكلام بتاع الفور لوب ده كوبي عشان نشوف بعد السورت بعمل ازاي. كنت ناسي هنا كوما بس، وهنا برضه نفس الكلام. وهنا انا كنت مسميها بيلد هيب بس في اندرسكور في النص، وطبعا سمول. تمام، لو جينا عملنا ران كده، هنلاقي الاري قبل ما تترتب والاري بعد ما اترتبت، من الصغير للكبير. وبكده نبقى خلصنا الهيب سورتنج، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.